بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بعد ما عملنا فيديو وشرحنا فيه مناسك الحج بشكل مبسط جدا جدا، بحيث ان اي حد ما عندوش معلومات قوية او مش فاهم الموضوع، فانا شرحته ببساطة جدا من غير ما اخش في تفاصيل كتير. ان شاء الله حابة لو ربنا قدرني يا رب ويسر ان احنا نعمل يعني زي سلسلة او حلقات بسيطة ان احنا نشرح الحج بكل حاجة فيه، وناخدها شوية بالتفصيل اللي حابب يتزود يعني من الموضوع. طيب الأول احنا زي ما احنا عارفين ان الحج الركن الأخير من أركان الإسلام، وحكم الحج هو الحج واجب في العمر مرة بدليل من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ده الحديث. والدليل على وجوبه مرة في العمر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. طيب، وفي أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام. طب نتكلم على فضل الحج. ورد في فضل الحج حديث كتير، منها ما جاء به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب، في الحج لا ينبغي في الحج المخاصمة أو الجدال أو الفسوق بالقول أو بالفعل، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى ده عرفنا فضل الحج، حكم الحج، وما ينفعش ان احنا لا جدال ولا فسوق ولا رفث في الحج. طيب، نتكلم عن شروط الحج. ايه هي؟ اول شرط من شروط الحج هو الاسلام، فطبعا غير المسلم لا يجب عليه الحج. تاني حاجة العقل، ان هو يكون عاقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج. تالت حاجة البلوغ، فمن كان دون سن البلوغ لا يجب عليه الحج. ايه الدليل على الكلام ده؟ حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. طيب، نفترض ان لو في صبي حج، ايه الحكم؟ حكمه لو حج الصبي فإن حجه صحيح، ولكن لا يجزئه عن حج الفريضة. يعني هو حج صحيح ولكن عليه حج الفريضة. الدليل على ذلك ايه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقال لها فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك ولك أجر. تمام. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. يعني الحج بتاعه صحيح ولكن لا يجزئه عن حج الفريضة. طيب، قلنا الأربع شروط دي. الشرط الخامس للحج هو الحرية، يعني المملوك أو الرقيق أو العبد ده لا يجب عليه الحج، لأنه مملوك مشغول بسيده. طيب، خامس حاجة هي القدرة على الحج. القدرة على الحج بتنقسم لنوعين: قدرة مالية وقدرة بدنية. فلو كان الإنسان قادر بماله دون بدنه فإنه ينيب من يحج عنه. لو قادر انه يدفع مال انما مش قادر، ممكن ينيب من يحج عنه. وده لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، ان ابي شيخا كبيرا ادركته فريضة الحج، فريضة الله على عباده اللي هي الحج يعني، في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. طيب، النوع الثاني كان قادرا ببدنه دون ماله،
يعني قادر عنده صحة بس معهوش فلوس، ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه بس، فإن الحج لا يجب عليه. طيب، ويشترط في حق المرأة شرط زائد، وهو أن يصحبها محرم من زوج أو غيره، فإن لم تجد فليست مستطيعة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. طيب، في برضو شرط تاني، اللي هو يعني قصدي لو الزوج مش طالع معها، ولو طالعة مع عزبة نساء آمنة، قالوا برضو ان ده يعتبر نوع من انواع المحرم برضو، اللي هو الصحبة الآمنة. لان دلوقتي برضو المسافات ما عادتش كبيرة قوي، فلو توفرت صحبة آمنة اللي هي اسمها عزبة نساء دلوقتي، فافتوا الشيوخ ان هي يجوز للمرأة ان هي تطلع في صحبة آمنة مع النساء. طيب، دي بالنسبة لشروط الحج. نيجي نتكلم عن مواقيت الحج. المواقيت هي جمع ميقات، ومعناه في اللغة يعني الحد. والميقات نوعين: نوع زمن ونوع مكان. المواقيت الزمنية اللي هي أشهر الحج. إيه هم أشهر الحج؟ اللي هي بتبدأ من أول شوال إلى العاشر من ذي الحجة، دي اسمها أشهر الحج، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وقال ابن عمر رضي الله عنه: أشهر الحج شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، دول اسمهم إيه؟ أشهر الحج. طيب، ليه أشهر الحج؟ أصل زمان كانوا بيطلعوا، يعني كان مفيش طيارات بقى اللي بتوصل بسرعة والحاجات دي، فممكن كان يطلع مثلا من شوال يوصل على ذي القعدة، يوصل على أول ذي الحجة. كان المسافات بتاخد طويلة، فهو لما بينوي الحج أو كده بينوي في أشهر الحج، فدي اسمها اشهر الحج. انما دلوقتي احنا ممكن نطلع قبلها بيوم نوصل في نفس اليوم، او نطلع في نفس اليوم 8 ونوصل 8 مثلا الصبح او حاجه. فعشان كده دي اشهر الحج. طيب، دي المواقيت الزمنيه. يعني انا ما ينفعش اروح حج في مثلا في رمضان، او انوي الحج في رمضان، او انوي الحج في اشهر تاني غير الاشهر في محرم مثلا. انما اشهر الحج شوال ذي القعده وعشرة من ذي الحجه، دي للي نوى الحج. طيب، دي المواقيت الزمنيه. المواقيت المكانيه يعني ايه؟ المواقيت المكانيه اللي هي الحد اللي ما يقدرش الحج ان هو يتعداه الا وهو محرم. تمام. الحدود التي لا يجوز للحج او المعتمر ان يتجاوزها الا بالاحرام، وهي خمس مواقيت. طيب، لكل بلدة بقى أو لكل مكان ميقات معين. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة اللي هو الميقات بتاعهم، ولأهل الشام. وهو دلوقتي على فكرة بيسموه، بسم الله الرحمن الرحيم، بيسموه أبيار علي. تمام. طيب، لأهل الشام الجحفة، لأهل الشام الجحفة، واللي هي اسمها دلوقتي رابغ. طيب، لأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل اللي هي اسمه دلوقتي السيل الكبير. والأهل اليمن اللي هي يلملم. و بسم الله الرحمن الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو عمرة. يعني أنا ما ينفعش أكون رايحة مثلا من مصر أحج من غير ما أعدي على الميقات بتاع أهل الشام ده من غير إحرام، لازم في الميقات أحرم بقى. تمام. ولأهل عرق ذات عرق، للأهل العراقي ذات عرق، ده الميقات الخامس. يبقى دول حليفة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل اللي هو دلوقتي اسمه السيل الكبير، وذات عرق وهي اسمها الضريبة اللي هي لأهل العراق. طيب، مسائل بقى في المواقيت نتكلم عنها. ما حكم من تجاوز المواقيت المكانية دون أن يحرم؟ وأنا رايحة الحج والعمرة، أنا عديت الميقات ونسيت أن أنا أحرم. من تجاوز المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إن أمكن، لازم يرجع إن أمكن. وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية. فدية يعني شاه يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين مكة. دي أول مسألة.
المسألة التانية: من كانت منازلهم دون الميقات فإنهم يحرمون للحج. يعني أنا رايحة دلوقتي، أنا مكاني أنا ساكنة في مكة وعايزة أحرم للحج، هحرم من مكة، فإنهم يحرمون من أماكنهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طيب المسألة الثالثة: إذا مر أحد بميقات غير ميقات بلده فإنه يصح أن يهل به. يعني أنا مثلا ميقاتي أهل الشام، رحت مثلا ميقات تاني، رحت ميقات المدينة مثلا أو حاجة، فإنه يصح أن يهل منه ولا يكلف أن يرجع للميقات بتاعه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب الحالة الرابعة: ان المشروع لمن قصد الحج والعمرة عن طريق الجو، زي ما انا كنت شرحت في الفيديو اللي قبل كده، أن يتأهب قبل الركوب في الطائرة. فإذا دنا من الميقات بقى، لو ما كانش لابس الإزار أو الرداء يلبسه، وممكن يكون يلبسه من بيته عادي. فإذا حاذ الميقات أو اقترب منه لبى بما يريد أن يلبي، سواء حج أو عمرة أو أو عمرة متمتعا بها إلى حج، أو حج وعمرة مع بعض لو كان مقرن، وهنتكلم على ده بالتفصيل. آخر حاجة: إن من توجه إلى مكة وما كانش عايز يعمل لا حج ولا عمرة، أنا رايحة في مصلحة، وإنما مثلا للتجارة أو نحو، فليس عليه إحرام، ملوش عليه إحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح لم يدخلها محرما، دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حينئذ حجا ولا عمرة، وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من شرك. يبقى احنا ده أول جزء اتكلمنا عنه، شروط الحج ومواقيت المكانية والزمانية للحج. ان شاء الله في فيديو تاني هنتكلم بالتفصيل عن انواع النسك ومسائل في الامور دي، وان شاء الله اسيب لكم اللينك بتاع الشرح المبسط لجميع المناسك للي عايز يعرفها بشكل سريع وبسيط كلها على بعضها ان شاء الله في الوصف. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.